معاكم أميرة أبو زيد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ الوصفة بتاعتنا النهاردة. هنعمل النهاردة وصفة مميزة جدا جدا بيها الشعب المصري. هنعمل النهاردة أحلى كشري مصري، وكل التريكات بتاعه وكل أسراره في الفيديو ده. يعني لازم نشوف الفيديو للآخر، فيه تريكات حلوة جدا. معايا هنا حلة على النار، بحط فيها شوية من الزيت وبنزل بيها بشوية من الثوم المفروم، بشوحهم كده مع شوية من الشطة الخشنة. الشطة الخشنة ده بيبقى ليها نكهة وطعم وسبايس شوية عن الشطة الناعمة. بكون مجهزة معايا هنا اللي هو الحمص الشامي، بكون غسلته ونقعته وبعدين سلقته كويس جدا. بجيب هنا بقى الطشة بتاعتي، عملتها بالخل والثوم مع شوية من الكمون وشوية من الشطة، ونزلت عليهم بالملح كمان، ونزلت بالحمص المسلوق، وهسيبه يستوي يعني يغلي شوية كده عشان ياخد النكهة بتاعة الطشة. في حلة تانية على النار بحط برضو فيها شوية من الزيت وشوية من الثوم، وبقلب كده كويس زي ما انتم شايفين لحد ما تاخد الدهبي الفاتح دي. بنزل عليها بشوية من الشطة الخشنة مع شوية من الكمون وشوية من الكزبرة الناشفة، وكمان رشة من الفلفل الأسود. برضو بطش الطشة دي بشوية من الخل وشوية من المية، واحط عليهم الملح، وبتكون هنا الطشة او اللي هي الدقة بتاعتنا المشطشطة. كده خلصنا الحمص وخلصنا اللي هو الدقة. هنبدأ بقى نعمل العدس بتاعي. بيكون عدس بجيب غسلته وحطيته في مية مغلية، وهضيف عليه ملح وكمون وفلفل اسود ومعلقة من السمنة، ويغلوا لمدة 3-4 دقايق، وبطفي عليهم النار وبسيبهم في المية بتاعتهم يكملوا سوا، وبكون مغطية عليهم النار. في حلة هنا هنعمل مع بعض الصلصة الحمراء بتاعتنا. حلة على النار فيها شوية من الزيت، معلقة كبيرة مليانة من الثوم المفروم، شوحتهم كويس فيها لحد ما اخد اللون اللي هو الاصفر الفاتح ده. نزلت عليهم بعصير الطماطم المتصفي، وعليهم معلقتين كبار من الصلصة اللي هي معلبة عشان تديني لون حلو، وحطيت شوية من الملح وشوية من السكر عشان حموضة الطماطم، شوية من الفلفل الاسود. قلبت كل الكلام ده مع بعضه، وهسيب الصلصة بتاعتي تتقل معايا كده وتتسبك علشان اخد القوام المطلوب. انا هنا بضيف شوية من الفلفل الاسود والكمون على العدس، خلاص هو غلي معايا. وهضيف كمان ملح، وهضيف كمان معلقة من السمنة البلدي، او ممكن نستبدلها بشوية من الزيت اللي هنحمر فيه البصل. كده خلاص غليت معايا، هقلب وهغطي عليه زي ما قلت لكم، وهسيبه يكمل سواه كده في المية بتاعته. طبعا هنطفي النار تماما عن العدس علشان يكون مفلفل معايا وما يكونش معجن. هنعمل مع بعض بقى هنا شوية من الرز اللي بشعرية. بجيب هنا حلة على النار فيها شوية من الزيت ومعلقة كبيرة من السمنة البلدي. بنزل هنا بشعرية الرز أحمرها وأقلبها باستمرار علشان تاخد اللون الذهبي الموحد. بعد كده بكون معايا مية مغلية، بنزل عليهم بالمية المغلية، وبكون غسلة رز مصري ومنقوع، بصفيه وبحطه كده على الشعرية. هقلب وهظبط الملح بتاعي وكمان هظبط المية، وهغطي عليه وهسيبه لحد ما يتشرب المية بتاعته. تمام. ولما يتشرب المية بتاعته بهدي النار وهسيبه يكمل سوا. كده تمام خلاص. هنا بقى جبت هنا بصل. البصل ده قطعته جوليان، ويفضل يكون البصل اللي هو الابيض. وبجيبه كده، وبعد ما بقطعه بحط عليه رشة من الملح وبدعكه كويس جدا عشان يفك مع بعضه، واسيبه ينزل المية بتاعته. بعد ما بينزل المية بتاعته بجيب هنا طاسة على النار فيها زيت غزير ويكون سخن، واجيب هنا جزء من البصل اللي هيتحط في الطاسة على طول، بحط عليه رشة من النشا. النشا هتخلي لي البصل بتاعي كريسبي، وكمان هتخلي لونه فاتح. ده كمان لازم يكون يعني البصل يكون ابيض، يعني يكون ابيض، واحط كمان عليه رشه من النشا. وزي ما انتم شايفين كده بقلب باستمرار عشان ما يلزقش في بعضه من النشا، وبياخد اللون الذهبي الحلو ده، وبطلعه على طول. هنا بحطيت جزء تاني برضو من البصل زي ما انتم شايفين كده، بحطه واقلب على طول. كده خلاص حمرتنا البصل بتاعنا. هبدأ هنا اسلق المكرونه في حله على النار، حطيت فيها شويه من الميه وزيت وملح،
ولما غليت كويس جدا ولقيت الميه بتاعتي كده بدأت تغلي، مش لسه هتغلي، لا ان هي غليت كده وبتعمل قلبان كده فيها، ببدأ هنا انزل بالمكرونه. اي نوع مكرونه متوفر عندك بتحطيها لحد ما تتسلق معايا، وبعدين بصفيها. بجيب زيت التحمير بتاع البصل بحطه في الحله اللي انا هحط فيها المكرونه، وبسيبه لما يسخن كويس. بعد كده بجيب المكرونه وبحطه على الزيت، واحط مع رشه من الفلفل الاسود وشويه من الملح. طبعا نظبط الملح بتاعنا ونخلي بالنا منه. كده خلاص المكرونه شايفين ما شاء الله اللهم بارك مفلفله وجميله جدا. شايفين كده تمام. كده خلاص خلصنا كل اللي هي الوصفة كاملة. عملت هنا بقى الطبق بتاع التقديم بتاعي، حطيت هنا شوية من الرز بشعرية، وبعدين بحط هنا شوية من المكرونة. بكون بقى جايبة هنا احط هنا اللي هي الدقة المشطشطة، بوزع كده على الطبقات. شايفين لونها حلو جدا جدا على المكرونة. تمام كده. حطي بقى كميه المناسبه ليكي. في ناس لو عايزاها تكون مشطشطه قوي بتزود الدقه، في ناس ما بتحبهاش ممكن ما تحطش فيها شطه خالص، براحتك خالص. كده خلاص الصلصه بتاعتي كمان اتسبكت معايا وده القوام المطلوب للكشري. ببدا هنا اوزع الصلصه بالطريقه دي كده تمام. شوف احنا عايزين كمية صلصة قد ايه. طبعا مفيش محلات بتعملها بالتركات دي. يعني ساعات كتيرة جدا بتبقى محلات مشهورة والله، ومش بتبقى نفس الطعم بتاع اللي انت هتعمليه ده. كل التركات وكل اسرار الكشري المصري المفلفل اللي طعمه يجنن بجد في الفيديو ده. انا هنا زي ما انتم شايفين العدس ما شاء الله اللهم بارك بنفس التركات ونفس الطريقه اللي قلتها لك، لازم تعمليها علشان يطلع معاكي العدس مفلفل بالطريقه دي. كمان الحمص هنا برضو اخد التركيه بتاعتي دي، برضو حلوه جدا. العدس بياخد طعم ونكهه الطشه اللي احنا عملناها، وبيبقى كمان لونه وشكله حلو في التقديم بالطريقه دي. بحط هنا شويه من الحمص. طبعا مش هننسى الورد بتاع الكشري اللي هو مميز بيه اساسا يعني. انا هنا حمرت شويه مقرمشات كده، ده مقرمشات بيتي زي الاكياس كده او شبيهه ليها. يعني انا هعملها فيديو لوحدها علشان تجربوها للولاد بدل ما نشتري الاكياس دي من السوبر ماركت، فده بالنسبه لنا يعني صحي شويه. تمام. هنعمله مع بعض في فيديو لوحده. تابعوني بس على الصفحه بتاعتي. انا هنا عملتها شكل المثلثات، وهبدأ كده هوزع في الطبق بتاعي بالشكل ده. وهبدأ هنا بقى احط التزيين بتاعنا اللي هي احلى حاجة في الكشري، البصل المقرمش المكرمل ده. بجد الوصفة جميلة جدا جدا، يعني لكل عشاق الكشري لازم يجربوا الوصفة دي. شايفين ده بقى المثلث ده تحفة يا جماعة. يلا بينا بقى كده نسمي الله كده وندوق احلى كشري مصري معمول في البيت. شايفين بقى كده التجانس بتاع الطبقات والطعم يجنن. يا ريت تحطوا لي لايك للفيديو وتكتبوا لي كومنت حلو كده منكم وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. وانتظرونا ان شاء الله في وصفات جديدة ومختلفة وبتركات مختلفة. كانت معاكم أميرة أبو زيد، واشوفكم في وصفة جديدة وفكرة جديدة، وباي باي.